يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده عامله طريقه كده حلوه، خليط يعني تقريبا ما بين الكريب وما بين عجينه اللازانيا او المكرونه اللازانيا. بس الفكره بقى ان انا عملتها النهارده بحشوه الفريخ بدل ما هي حشوه اللحمه. بدأت بالكريب طبعا، ووصفة الكريب سهلة جدا، اللي هي بضاية وشوية دقيق وشوية لبن وبس كده على حسب الكمية. بشوف أنا عايزة كام فطيرة كريب مثلا على الأقل، وبظبط معيار صغير كده، مثلا كوباية شاي، لبن، وقدها دقيق وبيضة. المهم بقى بدأت عملت الحشوة، وهي الشرايح الدجاج بتاعتي وفلفل ألوان وفلفل أخضر وبصلاية، وحطيتها على النار وشوح نص تشويحة كده، وبعدين حطيت البهارات وهي ملح وفلفل زنجبيل بهارات فراخ وبصل باودر. قلبتهم تقليبة كده أو تقليبتين، وبعدين حطيت نص معلقة كبيرة صلصة أو معجون صلصة طماطم. برضو قلبتها تقلبتين تلاتة، وهغطي عليها سيبها حوالي ربع ساعة، وهدي النار وتكون الفراخ استوت بالخضار. بعد الفراخ ما تستوي تماما، هبدأ أجيب أي بولة صغيرة كده كمعيار، وأحط جواها عجينة الكريب بتاعتي أو فطيرة الكريب. هبدأ أحط في البداية شوية بشاميل اللي هي كطبقة أولى، وبعدين هحط البشاميل، وبعدين هحط الحشوة بتاعة الفراخ بتاعتي، وبعدين هقفلها بطريقة بسيطة جدا، بأي طريقة من الطرق، يا إما اكومهم فوق بعض كده، او بطريقه منتظمه كاني بعمل قفله ورقه كده. يعني بص، انا عملت 3 نماذج للقفله بتاعتها عشان اقول لك ان هي اي قفله بسيطه، مش هيحصل اي حاجه ومش هتسرسب من تحت، متقلقيش، لاني انا بحطهم على القفله دي. رصيتهم بعد كده في الصينيه، وحطيت فوقهم برضو شويه بشاميل، شويه جبنه موتزاريلا او اي نوع جبنه، وادخلها في الفرن حوالي 10 دقايق واطلعها. بصي بقى، حاجه في منتهى الجمال. بما انك وصلتي معايا لنهايه الفيديو، تعالي اقولك على مميزاتها وعيوبها. مميزاتها هي كستايل حاجه جديده، شكل جديد، طعم جميل طبعا وخرافي. العيوب بقى ان هي لازم تتاكل بالشوكه والسكينه. عموما كل شيء يستحق التجربه. جربيها وان شاء الله تعجبك.